ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام متابعي قناة سلام الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقتنا اليوم من قضايا إريتريا. قضيتنا اليوم تتمحور حول القانون الإلهي الذي قننه سبحانه وتعالى في العلاقات بين الناس. لا شك أن العلاقة بين الذكر والأنثى علاقة حميمية عالية، ولكن بنظام إلهي عظيم، بنظام إلهي مقدس. فإذا كانت العلاقة بهذه الصورة تكون العلاقة شرعية، تكون العلاقة مباركة، وينتج عنها نتاج مبارك. لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وخلق من آدم حواء، فإن قانون المعاشرة بدأ من آدم وحواء. فكانت أمنا حواء تحمل في البطن الواحد ذكرا وأنثى، ثم في البطن الثاني أيضا ذكرا وأنثى. فالذكر في البطن الأول يتزوج بالأنثى في البطن الثاني، والذكر في البطن الثاني يتزوج الأنثى في البطن الأول، وهكذا حتى اتسعت الرقعة وتفرع الناس، حتى أصبح الآن الأخ لا يستطيع أن يتزوج أخته أو ما يسمى بالمحارم. ولكن حتى نصل إلى هذه الدرجة كانت العلاقة بهذه الصورة التي سبق ذكرها قبل قليل. سنتحدث اليوم عن العلاقات المحرمة. ما هي العلاقات المحرمة وكيف تكون؟ ما هي أسبابها؟ وكنا في الحلقات الماضية تحدثنا عن أن من أسباب الطلاق العلاقات المحرمة، أو أحيانا الطلاق يتسبب في العلاقات المحرمة. حول هذا المحور سنتحدث عن هذا الموضوع، عن العلاقات المحرمة، مع شيخنا وتاج رأسنا الدكتور حسن سلمان. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك وبالمشاهدين. حياكم الله يا دكتور. طيب، الآن نريد بالمختصر يعني تعريف العلاقات المحرمة. ما المقصود بالعلاقات المحرمة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من خلال المقدمة التي تقدمت بها، فمفهوم العلاقات طبعا مفهوم واسع. مفهوم العلاقات الإنسانية مفهوم واسع، فيه العلاقات التجارية، العلاقات السياسية، العلاقات الاجتماعية، وهكذا. لكن نحن هنا نتكلم عن علاقات ذات طابع خاص، وهي العلاقات المتعلقة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالرغبات نحو بعضهم البعض. يبدو هذا هو المقصود، الميل الخاص. ونحن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان ركبه تركيب خاص، فيه غرائز. هذه الغرائز
فيها غريزة الأكل، غريزة الشراب، غريزة الشهوة الخاصة اللي هي العلاقات الجنسية. والله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان يدرك تماما وهو أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يدرك بأن هذا الإنسان هذه القضايا تحتاج إشباع. ومن حكمة الله أنه ما كبتها، يعني ما ركب فينا شهوة الأكل والشراب والجنس ثم قال لا تأكلوا لا تشربوا، ولكنه لحكمة يعلمها الله نظم هذه المسألة. الله أكبر. هذا التنظيم يأخذ على كل أبعاد ثلاثية في موضوع العلاقات. هناك العلاقات الواجبة، وهنالك العلاقات المحرمة، وهنالك ما نسميه نحن بمنطقة الحريات. هكذا العلاقات بشكل عام. جميل. فنحن الآن في ثلث المحرمات. لسنا نتكلم الآن عن قضية الواجبات، لأن مسألة الواجبات تنشأ من خلال أصلا عقد صحيح فعليه على كل واجبات. جميل. وموضوع الحريات أيضا ينشأ ما بينهما. ففي موضوع المحرمات الله سبحانه وتعالى في موضوع العلاقة بين الذكر والأنثى لإشباع الرغبات الجنسية بناها على قانون سماه قانون الزواج. الله أكبر. أي علاقة العقد الصحيح بين الرجل والمرأة من خلال عقد. هذه العلاقة الصحيحة المشروعة. هنالك سبحان الله حتى لا يصل الإنسان إلى العلاقة المحرمة التي نتكلم عنها، في مسألة مهمة جدا في الشريعة، وهي مسألة العفة وقانون التحصين والإحصان. تجد أن القرآن الكريم يتكلم عن مفهوم الإحصان ومفهوم العفة ومفهوم حفظ الفروج. هذا مقصد عظيم جدا من مقاصد الشريعة، بل الضابط الأساسي والعلة الرئيسية لتحريم الزنا هي حفظ الفروج وليس استمرار النسل كما أحيانا بعض الأصوليين، لأنه حفظ النسل ممكن أن يكون بغير هذا، ممكن يعني يحصل حفظ الأنساب بطريقة من الطرق، لكن موضوع حفظ الفروج علة منضبطة كما يقال، علة منضبطة. ولذلك القرآن الكريم يقول والحافظين فروجهم والحافظات والذين هم لفروجهم حافظون. ولما امتدح الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام امتدحها بأنها كانت حافظة ومريم التي أحصنت فرجها. الله أكبر. أحصنت فرجها. فهنا كلمة الإحصان طبعا هي كلمة المنع، بمعنى الامتناع عن المحرم، الامتناع عن المحرم أو الدخول في العلاقة غير الشرعية. ولما كانت مريم عليه السلام ممتنعة لدرجة اليقين أنها ما مسها أحد، لما جاءها الملك ليبشرها بالغلام قالت أنى يكون لي ولد، أنى يكون لي غلام وأنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فهي سبحان الله تدرك تماما بأن هذه الأمور مبنية على علاقات، فلا هي متزوجة ولا حتى لما مدح حتى قومها نعم حينما أرادوا أن يستنكروا عليها وجود هذا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك يعني بغية، كانت أمك عفيفة فكيف حصل معك نعم سبحان الله. فهنا باختصار حتى ندخل في موضوعنا، مسألة ما هي العلاقات المحرمة، نستطيع أن نقول بتعريف مبسط حتى يكون المشاهد معنا، هي كل علاقة تقوم بين ذكر وأنثى خارج إطار العقد الشرعي أو خارج العلاقات الزوجية، وتتعلق بالرغبة الخاصة في الاتصال بين الطرفين. طيب جميل. سواء كان وصل إلى نهاياته أم كان في المقدمات. تمام. هذا التعريف يعني النهايات محرمة تحريما قطعيا بلا نزاع، وهو الوصول إلى الفاحشة، وهو أن الرجل يأتي المرأة يرتكب الفاحشة، تقع في فاحشة الزنا، هذا أقصى ما هو محرم لذاته، هذا يسموه المحرم لذاته. ما دون ذلك هنالك جملة من المنهيات حتى لا تقع في هذا المحظور، لأن القرآن الكريم لما أراد أن يحرم الفواحش قال ولا تقربوا الفواحش. يا سلام. لماذا؟ لأن الحدود نوعين، القرآن يتعامل مع الحدود بنوعين، في حدود يقول لك لا تعتدوها واعتقف عندها، وفي حدود يقول لك لا تقربوها ابتداء لأنك إن وصلت أصلا، يعني الزنا إن لم يقل لك لا تقربوا، لو قال لك لا تعتدوها معناها وقعت الفاحشة سبحان الله. لكن الله قال لك لا تقربوها. فالخمر يتكلم فيها لا تقربوا، الزنا يقول لك لا تقربوا. جميل. لكن بعض الحدود يقول لك لا تعتدوها، أي تقف عندها.
سبحان الله. مثلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، قال وتلك حدود الله فلا تعتدوها. سبحان الله. بمعنى تقف عند الحد، وفي حد لا تقربوا، اجعل بينك وبينه على كل مسافة. أظن آية الصيام قد تكون فيها لا تقربوها، فدي تحتاج إلى شرح. لكن موضوع القرآن في الحدود يقول لك لا تعتدي، بمعنى تقف بينك وبينه على مسافة. لا تعتدي، لا تقرب، لا تعتدي تقف عنده. نعم. مسموح لك إلى لا أن تتجاوز. لا تتجاوز، لكن يمكن جميل. أن تصل إلى الحد. فالقرآن الكريم يشير في موضوع الفواحش لا تقرب، بما أنه يقول لك لا تقرب، منع لك النظر غير الشرعي المثير، صحيح. منع لك المصافحة، وهذه كلها تدخل معنا فيما نسميه الآن بالعلاقات المحرمة. علاقات المحرمة. منع عملية الملامسة غير المشروعة والمصافحة، منع الخضوع بالقول. والصحيح في قضية الخضوع بالقول سبحان الله بعد تأمل وبحث على كل، وجدت أنه هي المحادثة الغرامية بين الرجل والمرأة، سبحان الله. وليس لها علاقة بالصوت كما كنا. أيوة طبعا. هي مسألة أن المرأة والرجل يتعاطوا حديثا غراميا يثير الغرائز. سبحان الكلام العادي مشروع، لكن أن يكون هنالك حديث عن هذا الباب تحديدا، الغزل، الحديث الذي فيه إثارة، الحديث عن جمالها، عن كذا، هذه القضايا كلها تدخل في الخضوع أي هي أيضا تثير الطرف الآخر. صحيح. تغري الطرف الآخر بما يشده إليها. هذه من القضايا. السفر دون محرم جميل، أيضا من القضايا التي نهى، كل ذلك في سبيله حتى لا تقع الفاحشة. يعني يمكن سبحان الله لو وقفنا في هذا الاتجاه يمكن أكثر من 10 أحكام متعلقة بمسألة لا تقربوا، حتى لا تقع أنت في هذه النقطة الأخيرة. جملة من الأحكام المتعلقة ب جزء منها متعلق بالخلوات، جزء منها متعلق بالزينة والزي، جزء منها متعلق بالمصافحة، جزء منها متعلق بالخلوة، وجزء منها متعلق بالاختلاط بين الرجال والنساء. كل ذلك حتى لا نقع في العلاقات المحرمة. طيب أنا الآن طبعا الذي يتبادر إلى الذهن تلقائيا حينما يقال العلاقات المحرمة، العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى. نعم. لكن يا دكتور مما يؤرق الآن أن الأمر تجاوز هذا الحد بكثير. نعم صحيح. وربما بعض الناس الآن ما أصبح يعني يتكلم عن موضوع العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة كمثل ما كان يتحدث من قبل. صحيح. الآن الموضوع تجاوز هذا الأمر، فأصبحت العلاقة المحرمة بين الذكر والذكر. نعم. والأنثى والأنثى. وأنا أرى من الضرورة أن نعلق على هذا الأمر. أحسن. لأن الموضوع الآن بدأ يتجاوز المدى. الآن نعم. والآن صارت المنظمات الدولية تتبنى مثل هذه الأمور. هذه للأسف الشديد سبحان الله مما يدخل في انتكاسة الفطرة والعياذ بالله. نعم. انتكاسة الفطرة. الله سبحانه وتعالى جعل الحالة السوية أن الرجل يميل للرجل، أن الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل. هذه صحيح. هي العلاقة السوية، يعني هذه تنسجم مع الفطرة. فالمرأة زوج للرجل والرجل زوج للمرأة، لكن الرجلين ليس أزواج ولا الأنثيين أزواج، ليسوا أزواج. ولذلك سبحان الله لا تسمى هذه العلاقات في الشريعة علاقات شرعية، ولا تسمى زواج. للأسف الشديد الآن عند انتكاسة الفطرة، وعندما وصلنا في مفهوم الحداثة بما يسمى الآن بالمنهج التفكيكي، محاولات تفكيك كل عرى القيم. سبحان الله أحد العلماء يقول صاروا ينظرون إلى القيم الأساسية التي تؤدي إلى تماسك المنظومة الأسرية فيفككونها. يبدأ في تفكيك العلاقة بين البنت وأبيها، تفكيك العلاقة بين المرأة وزوجها، تفكيك العلاقة الأسرية بين الأبناء والآباء. كل ذلك في سبيل أن يصلوا إلى الفردانية التي يقوم عليها النظام الليبرالي. لا حول ولا قوة. تجد الآن سبحان الله هذه القضية لو رجعت إلى 100 سنة سابقة، بل 100 طويلة، يعني الآن تقريبا في بعض الدول حتى هذه اللحظة بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وبعض الدول الأوروبية لا زالت تمنع إتيان الرجل للرجل وإتيان المرأة للمرأة، لأن ليست على الفطرة أصلا. فكانت البشرية سبحان الله على ما بقي، على بقايا من الفطرة، حتى لو لم تكن على بقايا من الأديان، لكن كانت على بقايا من الفطرة، وهو أن إتيان الرجل للرجل ليس معهودا، إتيان المرأة للمرأة ليس معهودا، وبالتالي ينافي الفطرة. لماذا ينافي الفطرة؟ أولا يخالف مفهوم ما أراده الله سبحانه وتعالى من قضايا الزواج أصلا. صحيح. موضوع الزواج المقصود منه هو موضوع المودة والرحمة المنتجة لحالة استمرار البشرية. هذا النوع من العلاقات يؤدي إلى نقيض المقصود وهو انقطاع النسل البشري.
فإذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أليس في ذلك حالة من القطيعة لاستمرار هذا النسل وما تسمى الآن بالشعوب المعمرة؟ يعني أنا أعجب سبحان الله، هم يعانون من ظاهرة الشعوب المعمرة، إنه بعض البلدان تكون خلاص النسبة بتاعت الكبار فيها أكبر من نسبة الشباب، بينما في عالمنا الإسلامي سبحان الله حتى هذه اللحظة في بلدان وصلت مثلا 70% شباب. ما شاء الله. هذه مجتمعات شابة. صحيح. هم سبحان الله يعانون من المجتمعات المعمرة العجوزة، ومع ذلك يذهبوا في اتجاهات مناقضة لما ينبغي أن يؤول إليه الوضع. سبحان الله. هذه إشكال، وبالتالي صاروا الآن يعوضون هذا النقص من خلال الهجرات، هجرة من الهند، هجرة من البلدان أفريقيا، يعوضوا هذا الموضوع. لكن هذا النوع يدخلنا في مفهوم آخر، وهو محاولات استعباد الإنسان للإنسان. سبحان ما أنت لما تجلب هؤلاء تجلبهم على غرض التشغيل، وليس تشغيلا محترما، يعني استعباد بس بشكل مقنن مختلف مقنن. نعم. فهذا على كل كما تفضلت يعني كلام مهم جدا. فإن من أسوأ ما أشار القرآن إليه في موضوع التحريم والنهي والمنابذة والترك موضوع هذه الظاهرة إتيان الرجال للرجال التي عرفت في عهد نبي الله لوط عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول ليخرج هؤلاء الأقوام من هذه الظاهرة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين بشهادة القرآن. يعني البشرية ما كانت تعرف هذا النوع أبدا، إلى أن جاءت الحالة هذه فصار عرفت هذه الظاهرة. بل عند العرب لم يعرفوها إلا بعد أن نزل القرآن الكريم، ما كانوا يتصورون أصلا ممكن رجل يأتي لرجل. فالله سبحانه وتعالى رأيت كيف أنه بعث لهم ملائكة وجعلوا عاليها سافلها، فكانت من أعظم أنواع وكأنه يعني وكأن هذا العقاب هو من جنس العمل، بمعنى حينما انتكست فطرتهم نعم نكسهم الله صحيح. سبحانه وتعالى، انقلبوا فعاملهم الله نسأل الله العفو والعافية. على كل حال يا دكتور، الآن كنا تحدثنا عن موضوع الطلاق. هل الطلاق من نتائجه العلاقات المحرمة؟ ولا شك أن من بعض أسباب الطلاق وجود علاقة محرمة. نعم. يعني سواء من الرجل أتى بعلاقة محرمة، نعم. أو أن المرأة زوجته أتت بعلاقة محرمة، فهذا من لكن هل من أسباب العلاقات المحرمة وجود الطلاق؟ هو يعني موضوع الطلاق سبحان الله يمكن أن يكون سبب ونتيجة في آن واحد. نعم. حيثما وجدت علاقات غير شرعية داخل الأسرة المستقرة. نعم. زوج وزوجة مستقرين في علاقة معينة، فأقام أحد الطرفين داخل هذا الميثاق الذي ذكرناه، يعني ذكر في قول الله تبارك وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق أساسه أن لا يخون أحد من الطرفين الآخر، أساس هذا الميثاق. جميل. لما تبدأ الخيانة هو خروج عن ميثاق. المرأة إذا خانت أو الرجل إذا خان وأراد أن يباشر هذه العلاقات الإنسانية المشروعة في خارج بيت الزوجية، هنا تبدأ عمليات التفكيك. سبحان الله. جزء منها سبحان الله عبارة عن عقوبة إلهية، كما قال بعض السلف، يعني دعك من رجل وامرأة، إذا الرجلين تحابا ثم حصلت نفرة من بينهم فإنما وقعت بذنب أصابه أحدهم. سبحان الله. هذه سبحان الله كثير من الناس لا يلتفتون إليه، يظن بأنه الشخص مثلا هو منطلق ومنفلت ويفعل أفاعيله، ويظن أن ذلك لا يؤثر على زوجه. سبحان الله. يؤثر. وكثير من الحكاوي حقيقة في هذا الاتجاه من كثير من الناس، يقول لك سبحان الله نظرت نظرة محرمة فوجدت زوجتي تقول لي اليوم صاحب اللبن صاحب كذا نظر إلي، صاحب البقالة كذا، فيقول سبحان الله انتبه. وهذه من الأشياء اللي ربنا يهبها لكثير من الناس اللي أراد يحفظه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فمن أكبر الأشياء الخطيرة بعيدا عن الجوانب اللي ستأتي عمليا، أخطر ما يقع في هذه العلاقات المحرمة تباعد القلوب. فالمرأة سبحان الله أول ما يقيم زوجها علاقة خفية تشعر به، والرجل مجرد ما أيضا تقيم زوجته علاقة غير شرعية يحدثه قلبه بذلك فتحصل النفرة. يبدأ الأمور بعد ذلك، تبدأ عملية النفرة هذه تنتج عن النفرة بعد ذلك أيضا قد يفكر الطرف الآخر أيضا في إقامة إشباع علاقاته العاطفية خارج. لأنه لماذا؟ مجرد ما أراد هذا الرجل أن يشبع ويفرق طاقاته الداخلية، هذه الغرائز الداخلية يفرقها في خارج بيت الزوجية،
فإن الزوجة تحصل فيها حالة من إيه؟ من التعطش. هي لا تجد هذا الإحساس الذي ينبغي أن تجده مع زوجها. سبحان الله. فلما تجد أنه والله الرجل لا يبالي بها ولا يحاول أن يشبعها ولا يحاول أن يهتم بها في هذا الجانب، هي أيضا تفتح طرقه إذا لم تخاف الله طبعا بطبيعة الحال. ليس كل الناس، بعض الناس طبعا يسقط في هذه الوهدة، وخصوصا إذا كان ليس أمامها إلا ذلك. هي تقول والله الآن عندي أطفال، عندي أبناء، عندي كذا، إذا طلقت مشكلة. فماذا تفعل والعياذ بالله؟ تقول هي أيضا تحاول، وخصوصا إذا اكتشفت، هذا أخطر طبعا، إذا اكتشفت بأن هذا الزوج يمارس فعلا علاقات غير شرعية، فبدل أن تنصحه وتهديه وتحاول أن تنبهه، تعامله أيضا بمثل إيه؟ بمثل معاملته. تقول أيوه هو يقيم علاقات وأنا ما أقيم علاقات، والعياذ بالله. هنا تحصل مع مرور الوقت لن تستمر هذه الحلاقة بشكل طبيعي. طيب، سؤال في هذه النقطة وستجيب عليه بعد الفاصل إن شاء الله. لماذا يستعظم المجتمع خيانة المرأة، وربما نقول يتهاون في خيانة الرجل؟ بمعنى إذا أقامت المرأة علاقة محرمة خارج إطار الزوجية قامت الدنيا ولم تقعد، وإذا أقام الرجل هذه العلاقة المحرمة خارج إطار الزوجية يعني ممكن تقوم لكن ما تقعد. بعد الفاصل إن شاء الله سيجيب شيخنا الشيخ الدكتور حسن سلمان على هذا السؤال الكبير. ابقوا معنا، نلتقيكم بعد الفاصل. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، كما كان قبل الفاصل سؤال في غاية الأهمية وهو موجه لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. قلنا أن المرأة إذا ارتكبت علاقة محرمة خارج إطار، أو فلنقل ارتكبت علاقة محرمة فيما يخص هذا الموضوع، يعني هناك أهوال ورعود وكأنها كفرت بالله، وإن كنا لا نقلل من شأن هذا العمل، ولكن بالمقابل إذا ارتكب الرجل مثل هذه العظيمة وكأن المجتمع ينظر إليه يعني بقليل من الاستنكار. كيف ترى في ذلك دكتور؟ هو على كل هذه واحدة من الإشكالات المجتمعات اللي ممكن نسميها المجتمعات الذكورية التي يغلب فيها سطوة الرجل ونفوذه، ويجامل بالتالي كل ما يقع من الرجال من مخالفات، لكنه لا يجامل ما يقع من مخالفات، بل أحيانا بعض الناس يذهبون إلى ما يعرف الآن بقتل الشرف وما أدراك يعني. بينما هو تجد الرجل نفسه يرتكب هذه الجريمة ويفعل، لكن تجد أن المسألة لها سطوة كبيرة جدا ونفوذ وإشكالات تجاه المرأة. فهذه على كل بالنسبة للشريعة تتعامل مع الموقف بشكل موحد. إذا زنى الرجل فهو يوصف بأنه زاني، العقوبة نفسها هي العقوبة، سواء كانت عقوبة دنيوية أو أخروية. ارتكبت المرأة هذه الجريمة نفس الطريقة، ولا يتم التشنيع على المرأة أكثر من الرجل، حالة واحدة. هذا من حيث المبدأ، حيث المبدأ هكذا. جميل. لكن دعنا ننبه إلى نقطة شوية تمام لها علاقة أيضا بهذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى ائتمن هذه المرأة لتكون هي المستودع الذي تنشأ فيه النطفة. يا سلام. خصها بهذا الجانب وائتمنها على ذلك، وجعلها سبحان الله غشاء واقيا من أن عليها أن تكون محصنة ولا يتم بأي شكل من أشكال التساهل في هذه المسألة. يا سلام. فلما هي تتساهل وتعطي نفسها هكذا فإنها تكون اقتحمت الأسوار التي جعلها الله محل أمانة ومستودع. لم يجعل ذلك للرجل، هذه المسألة لم يجعلها للرجل، فيها الرحم، فيها البكارة، فيها كذا، يعني في أشياء سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله من خلال تدبري لكتاب الله وجدت أن الله عز وجل مثلا في السرقة يقدم الرجل سبحان الله، والسارق والسارقة. لماذا؟ لأنه معهود من الرجال أن يكون جريئا في السرقة. جريئا في السرقة. قدم الزنا. يقال والله أعلم المرأة إذا لم تعطي الرضا من نفسها لو 10 رجال أرادوا أن يفتحوا رجليها لا يستطيعون. يعني إذا اعتصمت واستعصمت يؤتيها الله من القوة ما يمكن أن تقاوم به. سبحان الله. فكأنما فيها إشارة خفية إلى أن المرأة إن لم تعطيه الضوء الأخضر ولم تعطي التساهل فإن الرجل لا يستطيع أن يقتحم أسوارها. فهذه طبعا تلقي بمسؤولية على كل أكبر على المرأة، إن هي يجب أن تستقوي ويجب أن لا تتساهل، لأن هذه المسألة أبعادها خطيرة جدا بالنسبة للمرأة، وخصوصا هذا الرجل والعياذ بالله إذا اقتحم أسوارها ونتج عن ذلك علاقة محرمة، جنين محرم في بطن سينشأ في بطنها هي. سبحان الله. وهذه تبعاتها كبيرة جدا أيضا لا تنسى. لماذا؟ الرجل وضع ماءه وذهب، خلاص انتهى الموضوع. هنا سنأتي في قضية أنه هذا الجنين لا سيتقبله الأسرة اللي هي أسرة البنت. نعم. لما يأتي قضية القتل أهل الرجل ما عندهم خبر أصلا، يقتل ما يعنيه، لكن الذين سيقعون في الحرج ويقعون في التبعات ويقعون في الإشكالات أهل البنت. صحيح. ويقعون في جريمة أخرى، وهو إن أسقطوه قتلوا النفس وإن أبقوا عليه أبقوا ابن حرام. سبحان الله. فعلى كل هنا لا أريد أن أبسط من أحد الأمرين، كلا الطرفين مسؤول، بل ربما هذا الذي فعل فعلته وذهب التبعات والمآلات كلها التي تقع على هذا الجنين قد يكون مشارك فيها من حيث الذنب، ما في كلام، مشارك فيها ويعاقب عليها وكل شيء، بل ربما التبعات قد تكون أكبر عليه في أنه محسوب عليه ويفترض هو الذي يرعاه هو الذي كذا عن طريق شرع طبعا، لكن كل ذلك فرط فيه وتركه. وهنا سبحان الله تأتي في مسألة مفهوم أعمق في قضية
الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام. الآن تقطيع الأرحام نحن نفهمها في سياقات إنه والله صلة الأرحام وتصل أهلك، لا، الأعمق من ذلك والأشد أن الله أمر الأرحام أن توصل بالحق. سبحان الله. فالنطفة التي تضعها في غير موضعها فقد قطعت الصلة بينك وبينه، وهذا أعظم أنواع قطيعة الأرحام، وهو أنك قطعت صلة بينك وبين ابنك اللي كان مفترض بشكل شرعي ينسب إليك، فقطعت ما أمر الله به أن يوصل وأفسدت في الأرض. فهذه على كل فيما يتعلق بأن نحن الكل مؤاخذ والكل سائله الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أقصد بس من باب التبعات ومن باب المسؤولية التي على الأقل ستقع بشكل أو آخر على المرأة. هذا الكلام نعم هو يعني صلب الحقيقة، ولكن يبدو لي أنا أن المجتمعات تستنكر على المرأة أكثر مما تستنكر على الرجل، لأن المرأة علامات الزنا بطريقة أو بأخرى سيتضح في المرأة. أما الرجل كما قلت وضع معه والله ما حد درى. صح، نعم. لكن هذه يعني لو كانت بكرا سبحان يعني فضت بكارتها، صحيح. فعرف أنها ارتكبت شيئا ما. نعم، صحيح. وإذا كان نتج عن ذلك حمل، فالحمل هذا علامة على أنها ارتكبت فاحشة. نعم. فلذلك هي موضع الإشكال في هذا، وهي التي تحمل إذا صح التعبير العار نعم لأهلها، فلذلك يستعظمون هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية. على كل الكلام ذو شجون. هل هناك أسباب أخرى للعلاقات المحرمة؟ هو على كل العلاقات المحرمة أسبابها كثيرة. نعم. يعني مثلا الآن الإعلام واحد صار من أكثر الأبواب التي تؤلب الناس وتثير الغرائز، لأنك أنت الآن أمام مشهد عالمي متفسق. يعني لو قيل قبل 100 سنة إنه والله هنالك من يباشر الفاحشة وينشرها بين الناس لما صدقت. صحيح. قد يحكي الإنسان، لكن إنه والله عاري، المرأة عارية والرجل عاري، ثم يبدأ ينشر ذلك بين الخلائق، ما متصور. سبحان الله. اليوم سبحان الله يسوق هذا من خلال شركات ضخمة وهائلة جدا. فهذا جانب ضخم جدا. الجانب اللي ذكرناه الآن أن هذه الفواحش الآن ستكون محمية ولا تستطيع أنت أن تتدخل في هذا المنع، وهذه إشكالية كبيرة جدا وتدخل في مفهوم الفتنة في القرآن الكريم، ممارسة الإكراه على الناس. نعم. يعني أمة تريد أن تحتفظ بخصوصيتها الدينية، بشعائرها، بعقائدها، بأحكامها، لا، يقول لك هذا لا يصح طالما أن المرأة راضية والرجل يقول لك خلاص ليش أنت لماذا يعني. نعم. بل بالعكس الآن صار التقنين حتى للرجال بالرجال. سبحان مورست هذه الآن وخلاص. يراد الآن للأسف الشديد بعض دولنا الآن تخوض معارك دستورية في سبيل إدخال هذه الملفات على الدساتير. يعني الآن في دولة من الدول مثلا تريد تغير كمدخل إنه والله مثلا الإريتريين والإريتريات، يعني في الدستور ما تقول والله كافة الإريتريين، لا بد تجيب. هذا سيكون المدخل الآن لقضية الاعتراف بالطرفين، ثم تبدأ بعد ذلك تتسلسل إلى المستويات القانونية. ما خلاص أنت ساويتهم في الدستور بها، مع أن اللغة العربية أصلا هذه طريقتها. سبحان يعني عادي جدا أن تخاطب الرجال والنساء بمصطلح الرجال، يعني ما في إشكال. فعلى كل هذه إشكالات، يعني الجانب الإعلامي، الجانب التشريعي والقانوني، الجانب التربوي، هذه كلها تؤدي إلى أن والله يعني تسهل على الناس هذه الطرق المحرمة. أيضا من العوامل التي تؤدي إلى هذا النوع من المحرمات تأخير الزواج. الله للأسف الشديد يعني نحن محتاجين إلى تغيير الثقافة وتسهيل كذلك إجراءات الزواج حتى يتم الزواج في وقت مبكر، لا يكون الناس يعني مع هذه الأشياء التي ذكرناها، المغريات، عمليات التبرج، عمليات السفور التي نراها في الطرقات، ومع ذلك المهور سبحان الله مرتفعة، ويقولوا لك بعد كده والله نسبة العنوسة، يعني يعقل بالله مجتمع تصل فيه نسبة العنوسة إلى 50% ولا زال هو يتشبث بالمهور المهور العالية. فنحن كمجتمعات للأسف الشديد بثقافتنا الثقافة الاجتماعية نساعد في أنه والله تكرس هذه المحرمات وهذه المنكرات بشكل من الأشكال يعني. طيب أيضا أنا أقول يا دكتور ربما من أعظم أسباب الوقوع في العلاقات المحرمة ما يمارس من قبل بعض النساء
من التبرج والسفور، وإن كنا سنأخذه في حلقة خاصة، ولكن لا الإشارة إليه من الأهمية بمكان. طبعا صحيح. موضوع التبرج يمكن أنا ذكرته عرضا، هو من أكثر الأشياء. يعني سبحان الله، شوف النظرات المحرمة، الكشف والتعري، نعم، الزحام والاختلاط. وهذا جميل. للأسف الشديد في كثير من المجتمعات نتساهل نحن في الاختلاط بين الرجال والنساء في الزيجات، في الحفلات، في كذا، وهذه إشكالية كبيرة جدا، حتى ينشأ عن ذلك ربما كثير من المحظورات. التعامل غير الشرعي في العلاقات بين الطرفين، يعني كثير من الناس عندما تحدثه عن المحظورات وعن الممنوعات وعن حدود ما وضع الله سبحانه، يتهمك بأنك أنت والله لسه خارج التاريخ وخارج الحياة. لماذا؟ هو يريد علاقات طبيعية. والبعض الشباب مساكين اللي يحاول يعف نفسه ويبتعد يوصف بأنه هو هذا لسه يعيش حالة من العقد. نعم. فهذه كلها من الأسباب التي تؤدي بطبيعة الحال إلى نشوء هذه العلاقات المحرمة. أضف إلى ذلك أيضا والعياذ بالله، صار الآن ما يساعد كثير من الناس في الوقوع في العلاقات المحرمة سهولة الحصول على كل ما يبغي الشاب من خلال الوسائط المختلفة، سواء وسائط الفيسبوك والواتساب الكذا، يعني وفي شكل خفاء جدا. يعني في السابق مثلا أنت تشعر بأن البنت إذا خرجت فيقبل اهتمامك كله بأنه والله تضبط الخروج والدخول. ما عادت الآن هكذا، اقتحام الفواحش في غرف الناس، وهذه إشكالية كبيرة جدا. في نهاية المطاف لا أحد يستطيع أن يدخل إلا المجال التربوي، وأن تجعل الرقابة الإلهية لهؤلاء الأبناء والبنات بحيث يربوا تربية خاصة ويجعلون الرقيبة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى هو هذه النفس. يعني أنت اجعل من نفسك رقيبا على نفسك وتدرك بأن الله يراك. فهذه المسألة على كل أيضا من الأشياء التي ساعدت للأسف الشديد كثير من الناس في هذا الجانب. أيضا من الأشياء، يقال أيضا من الأشياء النفسية التي تساعد في الوقوع في هذه المحرمات، يقال أحيانا الحرمان العاطفي غالبا ما يؤدي إلى هذه الأشياء. نعم، أنا حرمان كنت أريد أن أسأل عن البنت هذا سبحان السؤال. الله، البنت يقال إذا لم تشبع من كلمات جميل. الحب والكلمات العاطفية وكذا من الوالد والوالدة والإخوان تبحث عنها في الخارج. صحيح. أي بنت سبحان الله مشبعة من هذا الوضع لا تلتفت كثيرا إلى هذا النوع، لأنها هي حالة نفسية أو صحيح. حالة في ذات الإنسان وأشبعت، فلا يحتاج إليها الإنسان في صحيح. الخارج. أيضا من الأشياء المهمة جدا أن تجعل بينك وبين أبنائك صداقة. هذه أيضا من الأشياء المهمة حتى تستطيع أن تتعرف وتستطيع أن تكشف وتستطيع أيضا هم أن يبوحوا لك بما لديهم. وهذه مسألة مهمة جدا. المرحلة بتاعت الشباب، المرحلة الأولى إذا كان أنت تمارس معهم أسلوب التربية والتوجيه وكذا، المرحلة الثانية مارس معهم أسلوب الصداقة. جميل. بحيث يستطيعوا فعلا أن يقولوا لك كل ما لديهم. فهذه أيضا من الأشياء المهمة جدا. أضف إلى ذلك أيضا من الأشياء يقال التربوية مهمة جدا في داخل البيت تحرص الأسرة أن تكون مجالسها جماعية. تمام. وأن تقلل من دوائر الانفراد إلا في حالات معينة. يعني تترك حالات الانفراد، طالب عنده مذاكرة، أوقات المذاكرة معروفة أوقات، لكن باقي الأوقات اللي داري يفترض الأسرة أن تكون بشكل جماعي. وهذا سبحان الله يحتوي كثير لأن الفراغ الذي يجعل كثير من الناس أحيانا يتجهوا إلى هذه صحيح. المزالق. يعني طيب، ذكرت موضوع الكلام العاطفي وكلام الحاني. نعم. الدفء الأسري. نعم. بالنسبة للفتيات في داخل البيوت. نعم. أليس هذا الأمر هو أولى في الرجل والمرأة؟ طبعا هناك فرق بين العلاقة الحميمية، نعم. العلاقة الجنسية، نعم. وبين التعامل العاطفي وكلمات الحب وكلمات الحنان وكلمات الغرام. نعم. بين الرجل والمرأة. نعم. هل يعني هذا قد يؤدي أيضا إلى انحراف المرأة؟ طبعا وأيضا ممكن نقول حتى الرجل إذا لم يكن يسمع من امرأته مثل هذا الكلام ربما أيضا هذا يؤدي إلى الانحراف، يبدأ يعني يستجلب مثل هذه العبارات من صحيح. نساء يعني ليس لهن خلاق. أحسنت. شوف سبحان الله، الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وركب فيه ما نسميه نحن بالوجدانيات والغرائز. سبحان الله. هذه الوجدانيات والغرائز تدخل في مسمى الجماليات. يا سلام. الإنسان يعيش ضمن ثلاثي الحقائق العلمية وجوانب الخيرات وجوانب الجماليات. الحق والخير والجمال، هذه من زمان، من فترة أفلاطون الناس تتكلم هكذا الحياة. يا سلام. الحق والخير والجمال. فقضايا الحق قضايا عقلية معروف. أيوة، قضايا
وقضايا الخير قضايا سلوكية، نعم. وقضايا الجمال قضايا فنية. يا هذه سلام. الجماليات سبحان الله أنت تحب أن تسمع الكلمة الطيبة، والله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا. والشيطان لا يريد هذه الكلمة الحسنى لأنه ينزق من خلال عدم الكلمة الحسنى، ينزق في الناس نعم. ويورد العداوة بعدم الكلمة الطيبة، والله عز وجل أمرنا أن نقول الكلمة الطيبة. فسبحان الله استخدام الكلمات الرقيقة واستخدام العاطفة واستخدام هذه القضية اللي ذكرت سبحان الله تحدث في النفس الكثير من التغيرات، ويشعر فيها الإنسان بحالة من الإشباع حتى لو لم يصل إلى تلك المرحلة، بل بعض الناس سبحان الله قد تكفيه هذه، قد تكفي. فاستخدام هذه القضايا اللي ذكرتها، القضايا العاطفية هذه في غير محلها هي أصلا البريد، سبحان البريد الله. وبل الآن أبعد من ذلك، يعني خصوصا في الوسائط لم تعد قضية، يعني الآن يمكن الإثارة دون صوت وصورة، نعم، دون أن تتكلم، يمكن إرسال القلب الأحمر، يعني أنت تجد سبحان الله. ولذلك كثير من المشايخ ينبهون في أنه والله المرأة وهي تخاطب الطرف الآخر لابد أن تكون حذرة في إيه؟ في ألفاظها، حذرة في كلامها، حذرة في حتى لا يفهم للأسف الشديد، وخصوصا الشباب المندفع والمشحون بشحنات كبيرة جدا عاطفية، أحيانا يفهم الأمور بشكل خطأ. سبحان الله. وفي نكات كثيرة طبعا في هذا الاتجاه الآن برنامج لا يسمح لها، لكن هذه واحدة من المشاكل الكبيرة في أن الإنسان كيف سبحان الله يحصل تعلق بشكل خاطئ، الطرف الأول لا يقصدها والطرف الثاني فهمها خطأ، فتنشأ علاقات بتاعت حب عن بعد وغراميات وكذا وتعلق وهي كلها أوهام. لو جاء بعد فترة للطرف الأول ليعبر له عن مشاعره يقول أنا أصلا هذا ما فكرت فيه ولم أضعها في البال. فهذا ما تحدثه قضية العبارات كما تفضلت، خصوصا أي عبارات عاطفية من هذا النوع ما بين شخصين غير محارم تؤدي إلى نتائج كما تفضلت فيها نوع من يعني نحن نفرق بين كلمات الاحترام وكلمات الحب. نعم. كلمات الاحترام عادي يمكن أن تكون يعني بين الرجل والمرأة، بين الرجل والرجل ما في إشكال، لكن كلمات التي فيها بعد خاص بما يوحي بالحب وبما يوحي بالغرام هذه تحتاج إلى نوع من التوقف والإدراك. يعني في النهاية إذا أراد الرجل أن يحافظ على بيته أو شرفه وامرأته، والمرأة إذا أرادت أن تحافظ، من وسائل ذلك أن يكون هناك تبادل عاطفي غرامي على مستوى عالي. لأنه إذا جفت العاطفة يعني نبحث عن مجال آخر لترطيب هذه العاطفة، وإذا وصل الأمر إلى هذا المنحى معناه وجود علاقة محرمة التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد نحن في مجتمعنا الأريتري بالذات، بما أننا نحن في القضايا الأريترية المجتمع الأريتري للأسف الشديد لا يحسن التعبير عما بداخله. يعني تجد الشخص سبحان الله مليء جدا تجاه زوجته تقديرا واحتراما وحبا، لكن يصعب عليه أن يتلفظ بما بدا. هذه إشكالية. وربما المرأة يعني قد تكون الآن المجتمعات تغيرت بعض الشيء من خلال التحرر، لكن أنا أتكلم هنا عن مجتمعنا الداخلي. يعني قضية التعبير عن، مع أنه سبحان الله أشعارنا مليئة، لاحظ انت أشعارنا مليئة جدا بهذا الاتجاه لكن سبحان الله لما نأتي إلى بيت الزوجية تلقى الأمور كلها رسميات وتأخذ طابع آخر، لا تأخذ الطابع العاطفي الخاص. طيب مجتمعنا الإريتري معروف بالمحافظة والبعد عن مثل هذه العلاقات التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. هل نستطيع أن نقول من خلال ما يأتينا من بعض الأقاصيص أن مجتمعنا الإريتري قد غزاه مثل هذا يعني النهج المحرم؟ هو يعني بشكل كبير، يعني نحن حتى هذه اللحظة مجتمعنا يصنف أنه مجتمع محافظ قياسا مع المحيط. لا زال المجتمع الأريتري مجتمع يميل إلى المحافظة، لأن دور الأسرة لا زال حاضر، دور القبيلة لا زال حاضر. يعني حتى هذه اللحظة مجتمع أسري قبلي. سبحان الله هذه القضايا في المجتمعات ذات الطابع التقليدي تجد الحساسية عالية. نعم. وبالتالي المرأة سبحان الله، وخاصة المرأة هنا، تضع ألف حساب لأسرتها ولقبيلتها.
المجتمعات المتحضرة تحصل فيها خصوصا مجتمعات متحضرة، هنا أعني المجتمع الذي فقط يتحول إلى مجتمع أسري بحت لا امتداد له في إطار القبيلة، أو المجتمع اللي خلاص حتى دوائر الأسرة فيه ضاقت جدا، لم تكن أسرة متسعة أو ممتدة. هنا قانون العيب يضعف مع ضعف قانون الدين. صحيح. قانون الشريعة، فهنا تقع على كل. حتى هذه اللحظة ما أستطيع أقول بأنه والله المسألة وصلت إلى مرحلة الظواهر. حصل مرحلة الظواهر، لأنه برضو ما تنسى، ما أقدر أدخل في تفاصيل، في مجتمعاتنا في بعض العادات الصعبة جدا خصوصا ما قبل الزواج. نعم. يعني في التعامل مع المرأة التي تقع في إشكال، تقع في ربما هذه قد تنهي مستقبلها كله. صحيح. وبالتالي سبحان الله حفاظ البنت على وضعيتها، على عفتها، على كرامتها إلى حد كبير، أكاد أقول 90% يحرصنا إلى مرحلة الزواج. يعني حتى في غير المسلمين إلى مرحلة الزواج تجد الأمور كلها فيها نوع. لكن طبعا للأسف الشديد مرحلة الثورة أدخلت على المجتمع الإريتري بعض السلوكيات اللي ممكن نعتبرها خرجت عن التقاليد، خرجت عن العادات، خرجت عن الأديان. وهنا تأتي الإشكالية. يعني من تطبع بالطابع الثوري وخرج عن الطابع الأسري، عن الطابع العائلي، هنا بتبدأ معك قصة أنه لا اعتبار للعيب، لا اعتبار للشريعة، لا اعتبار لا تضع، وبالتالي هنا تكثر المساحات. وطبعا بطبيعة الحال هذه النسبة قد تكون مقارنة مع عموم المحافظة قد لا تكون بتلك الصورة الخطيرة. على كل حال أيها السادة الكرام، أنا أزعم أن مجتمعنا الإريتري لا زال في بوتقة المحافظة، ومثل هذه الأمور لم تتسلل إليه بشكل كبير، ولكن المؤشرات قد تنبئ بشيء عظيم. نسأل الله أن يعافينا من مثل هذه الابتلاءات. مجتمعنا الإريتري وصل إلى درجة أن المرأة يسافر عنها زوجها بالسنتين، بالثلاثة، بالخمسة، بل بالعشرة، وما زالت محافظة على السياج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، ولا تنتهك حرمتها ولا حرمة زوجها. يذهب الزوج إلى الخدمة العسكرية، يذهب الزوج إلى طلب الرزق، إلى أي كان، وتبقى محصنة عفيفة شريفة. ولكن إلى متى سيستمر هذا؟ لا بد من إيجاد حلول ناجعة حتى لا توجد مثل هذه العلاقات المحرمة التي نتحدث عنها في حلقتنا هذه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء ومن كل شر. كنا معكم في هذه الحلقة من قضايا إريتريا في حول العلاقة المحرمة. أخوكم محمد عبد الله يرحب بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل